مساء الخير على الجميع. بندير ان شاء الله الكوكيز، حنشاركها معاكم باذن الله تعالى. خديت 200 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه، زيت 200 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه، معها كوب سكر بني، كوب ونص كوب سكر العادي، كوب سكر بني ونص كوب سكر عادي، معها بيضتين، معها سكر فانيليا، معها بيكنج بودر، معها فانيليا سايلة حتى هي نضيفها، كشيك ملح، والشوكولاتة الحبيبات أي نوع شوكولاتة عندكم تفضلوها، مع 3 أكواب دقيق. نخلطهم مع بعضهم في العجانة ونوريكم إن شاء الله الخطوات. نخلط السكر مع الزبدة هي الأولى في العجانة، نضربها كويس، وبعدين نضيفوا المواد التانية بإذن الله بالتدريج. تمام، إن شاء الله جربوها وتعجبكم بإذن الله تعالى في رعاية الله. هيك ضربتها كويس، تأكدت إن السكر ذاب تماما. طب نضيفوا المواد الجافة اللي هي خلطتها هنا، الكشيك الملح مع ظرف البيكنج بودر، وبنضيفها بالتدريج. تمام، بنخلطها كويس، وبعدين بنضيف البيض خلطته زي تو هيك، خفقت شوية مع السكر فانيليا وسكر حبيبات، وضربتها هيك شوية، وبعدين بنضيفها بالتدريج. بعدين نضيفوا الشوكولاتة متاعنا ونشكله بإذن الله تعالى. تمام، الطريقة هي يبدأ يترمل تلميل، يترمل مع بعض. نتأكدوا إن السكر والزبدة والدقيق يمتزجوا تماما مع بعضهم، يعني اختلطوا 100% مع بعضهم. تمام، بعدين نضيفوا البيض متاعنا تدريجيا. حنوريكم النتيجة كيف تجي، كل واحد وكيف طريقته يدير فيه. الريحة متاعت السكر والزبدة بسم الله ما شاء الله، هو لذيذ الكوكيز، يحبوه الأطفال طبعا، يحبوه حتى الكبار ما شاء الله. هذه الطريقة متاعي، وكل واحد وطريقته. أتمنى أني يفيدكم وتستفيدوا معايا إن شاء الله. تمام، هنوريكم النتيجة النهائية بإذن الله. طبعا هنا هيك شكلت الكوكيز بعده هيك على بعضه، وديروه حجمه صغير أو كبير، كل واحد كيف يحبها. يعني نحبها بالطريقة هي، لأنه حيزيد حجمه بما أنه فيه البيكنج بودر، حيزيد حجمه. تمام، تو هيك بندخل الكوشة على 180 درجة، وما تغفلوش عليه في الكوشة، ما ياخدش وقت بإذن الله. حتشوفوا شكلها النهائي بإذن الله. تمام، هذا شكل الكوكيز هيك بعد طاب جاي بسم الله ما شاء الله. شفتوها، شفتوا حجمه كيف يجي ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طبعا قاعد سخون، فحاولوا انكم ما تمسوش هو سخون، لكن انا حنوريكم كيف جاي، حنوريكم كيف جاي رطب بسم الله ما شاء الله. شوفوا، شوفوا من داخل كيف قاعد سخون، كيف تفض عليها بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيف يجي ما شاء الله. نتمنى ان يعجبكم وتجربوه وتردوا علي في التعليقات، واللي جربه حينجح معاه من اول تجربة. يجي بسم الله ما شاء الله، طيب ما شاء الله في رعاية الله.